كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. يعني بقى الحلويات واللمة والفرحة والعيال اللي مش بيبطلوا زن، عايزين ملبن، عايزين قشطية. أنا بقى قلت مش لازم نشتري من بره بأسعار فلكية، نعملها في البيت بإيدينا، واللي هتطلعيه مش بس هيبقى أحلى من الجاهز، ده كمان مضمون ونضيف. النهاردة هنعمل وصفتين من حلاوة المولد، القشطية والملبن الأحمر بالسوداني، وصدقوني ولادك مش هيسيبوا قطعة واحدة منهم، هيخطفوهم من بعض. أهلا بيكم، أنا ملك، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، عشان بصراحة بيفرق معايا جدا ويشجعني أنزل وصفات أكتر وأحلى. أول حاجة نبدأ بالقشطية. بصوا بقى، القشطية دي أنا شخصياً بموت فيها من وأنا صغيرة، اللي هي أول ما أفتح علبة حلاوة المولد أدور عليها. وسهلتها بقى ولا أسهل. في طاسة على النار هنحط كوب ونص سكر وكوب مية وكوب إلا ربع عسل جلوكوز. بمجرد ما يغلي نعد دقيقتين ونطفيه. وهنا نصيحة أم العيال، ما تطوليش عليه عشان ما يتقلش ويكرمل ويبوظ الطعم. في طبق تاني بقى 6 معالق كبار جيلاتين، ومعاهم كوب إلا ربع مية دافية. نقلب كده كويس. السيرب بقى ندخله العجان أو بالمضرب الكهربائي لو مش عندك عجان، مفيش أعذار بقى. وننزل عليه بخليط الجيلاتين. نفضل ندرب هتلاقيه فجأة بقى أبيض كده وفوم وهش زي السحاب. تعالى بقى نعمل اختبار المطة. خدي نقطة صغيرة بين صوابعك وافتحيه كده، شفتي؟ عملت مطة. خلاص، يبقى كده القشطية معانا شغالة. نجهز الصينية، كيس تلاجة في القاع، ورشة جوز هند وزبيب علشان شكلها يبقى كيوت كده وهتسهل علينا لما نقطعها. ونصب الخليط ونرش من فوق شوية جوز هند وزبيب تاني، وندخلها التلاجة. بصي، 2-3 ساعات يمشوا الحال، بس لو سبتيها ليلة كاملة هتصحي تلاقي عندك قشطية أحلى من المحلات. وهوب، قشطية طرية مطاطية، وولادك بقى هيقعدوا يتخانقوا مين ياخد القطعة الكبيرة. تعالوا بقى ندخل على الملبن الأحمر بالسوداني. بصراحة أنا من الناس اللي ممكن أكل طبق ملبن لوحدي، ومين فينا ما يحبوش. في طاسة على النار هنحط كوب ونص سكر وكوب مية وتلت كوب عسل جلوكوز، يعني حوالي 3 معالق كبار، ونعصر نص ليمونة عليهم. نقلبهم كده ونسيبهم لحد ما يغلوا. وفي نفس الوقت ندوب نص كوب نشا في نص كوب مية. أول ما الخليط يغلي نروح منزلين النشا ونقلب. وخدي بالك بقى، أهم حاجة ما تسيبيش السكر يكرمل، احنا عايزينه يغلي بس. هنا بقى هيجي وقت التمرين الرياضي، لأنك هتفضلي تقلبي ربع ساعة أو تلت ساعة كده، بس والله النتيجة بتستاهل. بعدين ندوب 3 معالق جيلاتين كبار في ربع كوب مية دافية وننزل بيهم. نضيف رشة فانيليا وقطرات اللون الأحمر، وافضلي تقلبي. عارفة السر اللي يخلي الملبن يشد معاكي ويعمل مطة زي بتاع المحلات؟ التقليب المستمر، يعني لا تسيبيه ولا تزهقي منه، هو ده اللي بيفرق. آخر مرحلة السوداني المحمص، وركزي معايا لازم يكون محمص عشان لو نزلتيه ني هيبوظ الطعم ويعمل مرارة. نصب الخليط في علبة مدهونة زيت ونديها خبطتين كده على الرخامة كأننا بنصحي العيال من النوم عشان الهوا يطلع. نسيبه يبرد وبعدين ندخله التلاجة ليلة كاملة، وتاني يوم يا سلام بقى، ملبن أحمر بالسوداني مطاطي كده يتطلع معاكي بكل سهولة. شايفين قد إيه الموضوع سهل وحلو؟ عملنا مع بعض أحلى قشطية وأحلى ملبن أحمر من أساسيات حلاوة المولد، اللي يعني مش مجرد وصفة، لأ، دي فرحة ولمة وضحك وولاد بيجروا حوالين الصينية. جربوها وقولولي بجد رأيكم في التعليقات، ومين فيكم هيستنى لحد ما يباتوا في التلاجة ومين هينط عليهم بعد النص ساعة. ولو عايزين أعمل أي نوع تاني من حلويات المولد قولولي وأنا تحت أمركم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة
عشان ده بيديني طاقة إيجابية أكمل وأنزل لكم وصفات جديدة على طول.